رحيم ان شاء الله. في الفيديو ده هنشرح سريعا ازاي نستخدم البوت على شبكة سولانا. البوتات كلها شبه بعض، سواء تروجن سواء بونك، سواء فوتون، كلهم شبه بعض. اول حاجة ده التروجن بوت. هتفتحه غالبا هي قائمة من القوائم دي، يعني هتلاقي الوالت هنا. لو ضغطت عليها هياخدها كوبي. لو انت ضغطت على تريد اون سولانا او استروجن هتلاقي المحفظة هنا. لو ضغطت على تاب تو كوبي خدتها كوبي. ماشي، ده العنوان اللي انا هروح ابعت له في رصيد سولانا فقط في جي يو تي، سواء من منصة مركزية او من محفظة الفانتوم او ايا كان المحفظة اللي بستخدمها على سولانا. دلوقتي احنا خلاص حطينا رصيد في المحفظة، نبدأ نتاجر بقى. فانا عايز اشتري عملة ما، طبعا باي توكن. من القائمة هنا اختار باي ا توكن. تمام، واللي انتر توكن سيمبل اور ادرس تو باي. هنفترض مثلا انك انت عايز تشتري عملة ما، العملة الجديدة بتاعت انتونيتي. طبعا ما صارش تشتري دلوقتي لان سعرها عالي قوي، يعني الناس خدت ارباح كفاية. هتاخد الكونتراكت بتاع العملة ده، او ممكن تاخد الرابط بتاع الصفحة على ديك سكرينر، بس يعني الادق الكونتاكت ده. تقوم داخل واخد الكونتاكت هنا، تختار تحطه هنا، هيجيلك القائمة دي بس ببساطة. السليبج ده اللي هي السماحية، يعني السعر يزيد 10% أو يقل 10% في الحاجات الإطلاقات الجديدة، أو الحاجات اللي لسه نازلة جديدة. ده ممكن توصله 20-30% عشان الترانساكشن، عشان تقدر تشتري، لأن العملة مثلا بتضاعف سعرها في خلال دقائق، لأن الماركت كاب ده بادئ مثلا من 100,000 ولا حاجة وهكذا. لو عملة مستقرة تخليها مثلا 5% سليبج. وهنا انت هتشتري قد ايه؟ لان اشوف العملة هنا، ده بيقول لك ده سعرها البرايس 24 سنت، الماركت كاب 148 مليون، وانت هنا هتشتري بقد ايه. لو انا اخترت من هنا انتر سول اماونت، انا هشتري فرضا هشتري بواحد من 100 سولانة للتجربة. ماشي، اشتريت كده. تمام، ده بيقول لي سند ترانزاكشن. استنى، اول ما اقول لي ترانزاكشن سكسس هنا خلاص. لو انا قمت جايب هنا فيو ديتيلد انفورميشن اباوت يور هولدنج، هتلاقي عندي عملة العملة اللي هي دي ظهرت. طيب، طبعا 99 من 1000 مش 1 من 10، لان في رسوم بتضيع. العملة سعرها بتضيع في الرسوم بتاعت البوت نفسه. البوت بياخد رسوم، فانت طبعا مش هتشتري بواحد من 100 سولان، انت هتشتري بمبلغ، يعني هتشتري مثلا 1 من 10، 15 من 100، هكذا. عايز ابيع، اقوم ضغط على التوكن اللي انا عايز ابيعه اللي هو ده، و100 اختار هبيع قد 50%، 100%، وهكذا. السليبج 3%، واختار سيل. كده انا بعت السيل سكسيس كده. لو انا جيت ابص هتلاقي ان انا بعت وخلاص، ما عادش الدادي، والسولانة بتاعتي رجعت لي طبعا بخسارة. الخسارة هي الرسوم اللي البوت بينصح. طبعا لو هتشتري $1 أو $2 ما تنصحش بالبوت، لأنه رسومه مش قليلة. ممكن تشتري من المحفظة. شكرا.